سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يقول الرب سبحانه وتعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه إحدى آيات الجهاد العظيمة، وهي الآية التي أمر الله فيها المؤمنين بأن يقاتلوا في سبيل الله، فقال: فليقاتل في سبيل الله. وهذا أمر، والأمر في الأصل يكون للوجوب، والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالقتال، ولذلك العلماء يقولون إن الجهاد من قبيل الواجبات، ويختلف الوجوب باختلاف حال الجهاد، فمرة يكون فرض كفاية ومرة يكون فرض عين. قال: فليقاتل في سبيل الله، أي فليقاتل هؤلاء المؤمنون ليس لهم هدف وليس عندهم غاية إلا رفع راية لا إله إلا الله. لا يقاتلون لحزبية ولا لعصبية ولا لوطنية، ولا يقاتلون لكسب مال ولا لتوسيع رقعة ولا لأي غرض من الأغراض الدنيوية، وإنما يقاتلون من أجل الله وحده. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون. فكلمة يشرون في هذه الآية بمعنى يبيعون الحياة الدنيا ويأخذون ثمن ذلك في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى آخر الآية. قال: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالمقاتل في سبيل الله على كلتا الحالتين، إن قاتل فقتل وغلب فهو قد أوتي أجرا عظيما، وإن قاتل فقتل وحصل له بسبب هذا القتال استشهاد فقد حصل الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وأي مرتبة أعلى وأجل من أن ينال المقاتل في سبيل الله مرتبة الشهيد بإذن الله عز وجل. هذه الآية العظيمة تحيي في المؤمنين حب الجهاد، وتعطيهم المساحة الواسعة في النظر إلى أمر هذا الجهاد، وأنه لا ينبغي للمؤمن أن يستنكف عنه لأنه قد لا يتوقع النجاح فيه أو الغلبة على العدو. فالمؤمن قد حصل مراده أيا كان الأمر، إن قاتل فقتل أو قاتل فغلب، كلاهما سيؤتيه الله عليه أجرا عظيما. وتأملوا معي عباد الله كيف أن الرب سبحانه وتعالى قال: فسوف نؤتيه، فأسند إلى نفسه ضمير النون الدال على التعظيم، وقال أجرا عظيما، نكر الأجر ووصفه بالعظم، والتنكير يدل على التعظيم ووصفه بالعظم يؤكد ذلك التعظيم. إذن فسوف يؤتيه الله أجرا هائلا لا يقادر قدره ولا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. هذه آية كريمة ينبغي لنا أن نضعها نصب أعيننا حتى ننتفع بها ونعلم قدر هذا الجهاد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده، وأنه شيء كبير ومحبوب للرب سبحانه وتعالى. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن جاهد في الله حق جهاده وممن